ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون تاني فيديو في سيشن البوستر. والفيديو ده مهم جدا لان احنا هنشرح فيه يعتبر تقريبا من اهم الحاجات في البوستر كلها، وهي الابستراكت انترودكشن. وزي ما كلمتكم قبل كده عن الابستراكت في الفيديو بتاع ازاي تجيب الفكره بتاعت ايسف، ان انت لما تيجي تفتح ريسيرش بيبر ان الابستراكت دي بتبقى زي المؤشر لجوده البيبر. هل مثلا دلوقتي البيبر دي كويسه ولا وحشه، ولا انت مثلا دلوقتي دي فعلا بتناسبك ولا لا؟ فانت بتعرف كل ده عن طريق الابستراكت، لان الابستراكت بيبقى اصلا فيها شرح مشكله، بيبقى فيها الميثودز اللي اتعمل عليها الفكره او بروتوتايب، يبقى فيها الريزلتس اللي بتبقى مهمه جدا برضه عشان تعرف كفاءه الحاجه اللي انت بتدور عليها. وفي نفس الوقت برضه اللي هو البروجكت بيتارجت مين بالظبط، يعني بيتارجت ان هو يحل مشكله مين، او مثلا الاشخاص اللي هو بيتارجت ان هو يحل مشكلتهم. فالابستراكت يعني بدل مثلا ما تقرا بيبر 30 صفحه او 15 صفحه، لا هي بتبقى مثلا في حدود 250 كلمه بس. يعني ايه، بتكون خلاص انت ملم يعني عن كل حاجه في البيبر. فخلاص اول ما انت بتقرا الابستراكت لقيتها عجبتك، الريزلتس كويسه، الميثودز كويسه، مش عارف ايه، كل حاجه كويسه، خلاص هداونلود البيبر وايه واقعد اقرا فيها بقى ايه واشوف استفاد منها ازاي. بس في الابستراكت من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تهتم بيها حتى في البوست بتاعك. فنبتدي دلوقتي بقى ايه في شرح بتاع الابستراكت. يعني هنا دلوقتي الديفينيشن مش عيب طبعا، الديفينيشن انا قلته كتير. بالنسبه بقى للفورمولا بتاعتها، هو الماكسيمم ووردز ليها بتبقى 250 كلمه، يا ريت انك ما تزودش عشان انت كده انت خلاص. يعني انت حددت يعني انت بتكون انت اتكلمت عن كل حاجه بزياده، انت كده ما بقتش ملخص، انت كده خلاص انت حاسس ان انت دخلت على مرحله بقى ان انت بتتكلم بقى. فهو الابستراكت اصلا وظيفتها ان هي بتبقى ملخص بسيط. فهو الارقام اللي انا هقولها دي دلوقتي بتبقى استيميتد شويه، يعني هي ايه، مش بتبقى اللي هو روبريك. انت ممكن تكتب جملتين ثلاثه اربعه على حسب، يعني على حسب المشكله بتاعتك اللي انت بتتكلم عنها. بس ايه، في نفس الوقت برضو انك ايه ما تعديش 250 كلمه، تمام. فهو استيميتد اللي انا بقوله مثلا بيعتبر مثلا جملتين بتتكلم عن المشكله، اللي هو الموضوع والغرض بتاع المشكله دي، او هو المشكله عامه اللي انت بتواجهها، او المشروع بتاعك ايه اللي بيحلها المفروض، تمام. وبعد كده استيميتد برضو 3 جمل بتتكلم عن اللي انت عملته بالظبط من حيث الميثودز والحاجات اللي انت مشيت عليها في تكوين البورتال بتاعك، مثلا دلوقتي الاستبيان اللي انت عملته او اي حاجه. وبعد كده ايه بيبقى برضو استيميتد 3 جمل بتبقى عباره عن الريزلتس والداتا اللي انت جمعتها بقى ايه، والفاليوز الميجرد وكل حاجه. واخر حاجه خالص بقى البروجكت ده اللي هو ايه، الكونكلوجن بسيطه بتبقى برضو استيميتد جملتين كده، بتتكلم فيها عن الكونكلوجن اللي هو ختام بسيط عن المشروع ده مثلا بيحسن حاجه، بيتارجت ناس معينه، حاجه زي كده. وهنشوف الكلام ده في امثله عمليه يعني، تمام. نخش بقى ايه في كل واحده لوحدها. بالنسبه للتوبيك او البربس، فانت دلوقتي انت بتتكلم في استيميتد جملتين. انت مش بتجاوب كل الاسئله، بس انت يعني انت بتتكلم عن حاجتين اساسيين: ايه هي المشكله او الكويشن اللي انت المفروض انت هتروح تحله، وتاني حاجه برضو بتبقى اللي هو مين اللي هيستفاد من المشروع ده. يعني مثلا دلوقتي بعد ما انت تخلص المشروع ده او خلاص المشروع ده بقى متاح للناس او الشركات او اي حد، فمين اللي هيستفاد منه؟ فمثلا دلوقتي هو هيبقى الناس، ولا مثلا بيئة ولا حيوانات ولا ايه. يعني بس فانت برضو ايه بتجيب ذكر النقطة دي. بالنسبة تاني حاجة بقى، انت بتتكلم عن البروبوست سوليوشن بتاعك، يعني اللي هو البروجكت المقترح بتاعك اللي انت ايه اللي بناء على المشكلة اللي انت اتكلمت عنها قبل كده. وبرضو ايه اللي هو بتبقى فكرة بسيطة قوي بحيث الناس تكون عارفة هي داخلة على ايه بالظبط، تمام. تالت حاجة بقى بالنسبة للميثودز، فانت الميثودز بتبقى استيميتد 3 جمل برضه زي ما قلت، وانت بتتكلم فيها دلوقتي عن ايه الخطوات اللي انت مشيت عليها في ان انت تعمل المشروع بتاعك. وفي نفس الوقت برضه بتتكلم فيها عن الماتيريالز بتاعتك، بتتكلم فيها برضه عن انت مثلا دلوقتي انت لو بتستخدم اي اي موديل فاستخدمت انهي اي اي موديل. لو انت مثلا استخدمت materials، انت مثلا استخدمت انهي ماتيريالز. وانت برضه انت لو جمعت داتا مثلا من ناس فتقول انت ازاي جمعت الداتا دي، مثلا رحت مستشفى، رحت مدرسه، عملت فورم، فانت تقول انت ازاي جمعت الداتا دي. وبرضه نقطتين مهمين جدا، انت مش بتعمل ليست الماتيريالز بتاعتك، يعني مثلا مش بتقول انا استخدمت اللي هو اردوينو وسنسور والتراسونيك سنسور ومش عارف ايه، واستخدمت ايه كذا كذا كذا، انت مش بترسهم. لا، انا زي ما قلت لكم قبل كده في سيشن في البوستر ان انت بتشرح ازاي انت استخدمت الماتيريال في ان انت تعمل حاجه، تمام. وتاني حاجه برضو انت مش بترقم الخطوات اللي انت مشيت عليها. هو الابستراكت هي بتبقى ايه، هي بتبقى ميه واحده كلها ماشيه على بعض، تمام. فما تقطعش الابستراكت في ان انت مثلا دلوقتي تقول واحد اتنين تلاته اربعه انا عملت كذا، لا هي بتبقى كلها ميه واحده على طول صايحين على بعض يعني، تمام. بالنسبه بقى للريزلتس اللي هي دي خلاص اللي انت بتحدد منها حرفيا ان انت البيبر دي هتبقى كويسه ولا لا. لو كل فات طبعا عجبك، يعني انت هو كل خطوه المفروض انت تمشي عليها. يعني مثلا
كل نقطة من دي خلاص دي كويسة تمام، دي كويسة تمام، دي كويسة تمام، خلاص بقى نشوف الريزلتس بقى، لو عجبتني خلاص اتأكد ساعتها ان البيبر دي كويسة. تمام. فدلوقتي انت بتتكلم بقى عن الريزلتس بتاعت المشروع بتاعك، يعني مثلا دلوقتي اللي هو هل المشروع نجح ولا لا، انت مثلا عملت المشروع بتاعك فين، الترايلز اللي انت عملتها، هل مثلا دلوقتي انت الارقام اللي طلعت دي، هل فعلا دي الارقام اللي انت كنت مترجتها مثلا، ولا دي ارقام يعني ايه الاقل ولا اكتر، ولا هو مشروع ناجح ولا لا كده. فهو برضو انت برضو ممكن تتكلم عن جراف مثلا او حاجه زي كده في البوستر بتاعك وتشرحه في جمله، مثلا تقول ان هو جراف مثلا كذا كذا، اللي بيوضح ان هو ساعتها الريزلتس فعلا ايه بتاعت المشروع ده كويسه جدا وان هو ناجح. تمام. وبالنسبه بعد كده بقى اخر حاجه خالص اللي هي الكونكلوجن، انت بتشرح الكونكلوجن، اللي هي بتبقى حاجه بسيطه قوي. بتشرح بقى دلوقتي هو ايه يعني اهميه المشروع ده عامه، من حيث مثلا بيئه او ناس او اي حاجه، بس كده يعني. هو ده بس شرح الابستراكت. ودلوقتي بقى ايه هوريكم الابستراكت بتاعت المشروع وايه يعني هي بتبقى متقسمه الوان كده، واوريكم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها بالظبط. يعني مثلا دلوقتي هنا من اول اللي هنا الكلام اللي بالاصفر ده بيبقى عباره عن المشكله. تمام. المشكله ايه ان هو مش عارف موديل اتيفيكيشن مش عارف ايه كذا كذا كذا، دي بتبقى المشكله. تمام. بعد كده بقى ايه احنا هنبتدي ان احنا نلمح لايه للمشكله بقى اللي احنا داخلين عليها بالظبط. يعني مثلا دلوقتي دي مشكله عامه بتاعت المرض، بس بعد كده بقى ايه المشكله بقى اللي احنا فعلا بنحلها، اللي هو ان مثلا دلوقتي الاجهزه بتاعه الكشف بتاعه المرض ده بتبقى غاليه. فايه فاحنا بنقول مثلا دلوقتي ان هو absence اوف كذا كذا كذا، ده بيزود كذا كذا ومش عارف ايه. وبعد كده ابتديت بقى ايه ان انا اخش بقى ساعتها على الميثودولوجي، اللي هو دلوقتي احنا استخدمنا بقى البروجكت ده كذا، وهنا سنسور كذا، وهنا مش عارف هنا مايكرو كنترولر مش عارف ايه وهكذا، وهنا وايه واللي هو موديل وكده. وبعد كده في الاخر بقى الريزلتس طلعت ايه ناجحه مش عارف ايه، وخلاص احنا عملنا الريزلتس دي في مستشفى، واحنا قسمناها النتائج كذا كذا بس. وفي الاخر بقى ايه قلنا ان احنا البروجكت ده بيتارجت ناس، وان هو لو ان هو برضه بيزود الرعايه الصحيه مثلا في المناطق وكده. فهو ده بيبقى ترتيب المنطقي الابستراكت، تبقى كلها ميه واحده، كلها بتبقى ماشيه مع بعض. اولا انت بتقراها بتكون فهمت او بتكون ملم بالمشروع اللي هو اللي انت خلاني بيبقى عامل ازاي. تمام. بس كده دي كانت الابستراكت. ودلوقتي هخش لكم على انترودكشن، وهشرح لكم برضو حاجه ليها علاقه شويه بالابستراكت والانترودكشن مع بعض. هقول لكم انتوا بتجيبوا الارقام دي منين وازاي بتكتبوها وكده، عشان اكيد مش هتكتب حاجه من دماغك. تمام. دلوقتي بقى انا وصلت للانترودكشن. بالنسبه للانترودكشن بقى زي ما قلت لكم ان انت بتتكلم عن المشكله بتاعه المشروع بتاعك بشكل اعمق. تمام. ايه هي المشاكل في المشروع بتاعك؟ اول حاجه انت عندك مثلا عندنا المرض بتاعنا، نشرح بقى ان المرض بتاعنا ده بيؤدي لكذا كذا كذا، والشرح بتاع المرض وبيجي منين وكده. وتاني حاجه بقى المشكله الاساسيه اللي احنا بنحلها، اللي هي مشكله ان هو ايه اللي هو انفوردبل دايجنوزك بقى وايه ولاك اوف سبيشاليست وكده. فده بيؤدي لكذا لكذا كذا والكذا لكذا كذا. وبعد كده احنا حاطين زي فيجر بيشرح دلوقتي بقى ايه المرض عامه بيبقى شكله عامل ازاي، والاوتبوت بتاع الجراف او الريتم بيبقى شكله عامل ازاي وكده. وهنا دي برضو حاجه ليها علاقه شويه بالاي سي جي وكده، بس يعني دي حاجه ريليتد شويه بالمشروع، يعني مش لازم تشرح، يعني دي حاجه ليها علاقه بالمشكله وكده. تمام. فهو الانترودكشن انت بتتكلم اكتر عن المشروع زي ما قلت بقى. تمام. على المشكله. فدلوقتي انت ازاي بقى تجيب بقى الارقام والمشكله والحاجات دي، هشرح لكم. اول حاجه طبعا انت بتكون محمل بيبرز كتير بقى، عشان ايه انت اكيد بتقعد تجمع بقى معلومات عن المشروع بتاعك. فهل دلوقتي هل انت هتكتب المعلومات دي من دماغك ولا من بيبرز؟ لا، هتكتبها من بيبرز طبعا. فانت ايه بتفتح اي بيبر، تمام، تاخد ابستراكت بس طلعت كويسه خلاص. فالانترودكشن بقى دي بتبقى المكان اللي انت بتبتدي منه ان انت تاخد بقى منه الارقام ومعلومات عن المرض ومعلومات عن المشكله وهكذا. تمام. وحتى برضه انت ممكن تاخد برضه من الابستراكت عادي، انت ممكن برضه تاخد من الابستراكت عادي وتكتبها في انترودكشن. احنا برضه كنا بنعمل كده. هو بس عشان انا مش فاكر قوي الصراحه البيبرز اللي احنا استخدمناها هنا على فكره مفيش سايتيشن بتحط في الابستراكت. تمام. فعشان انا مش فاكر بس البيبرز اللي احنا استخدمناها في الابستراكت انترودكشن، فانا بشرح لكم دلوقتي اللي هو ايه الكونسيبت عامه اللي هو تفهموه بعد كده انتوا تطبقوا عليه يعني. فاللي هو دلوقتي انت بتقرا مثلا الابستراكت وخلاص البيبر دي كويسه، بتشوف الارقام اللي فيها والحاجات دي، مثلا ممكن استفاد هنا بكذا كذا كذا ان انا ايه اكون كاتبه عندي هنا في الانترودكشن. تمام. اقرا في الانترودكشن الاقي مثلا شرح اكتر عن المرض والمرض بيجي منين وكده، فاجي احطه هنا. تمام. بعد كده شويه كلام حاسه ده لاقي شويه على الابستراكت فكاتبه هنا. فلو الابستراكت والانترودكشن يعتبروا هم ايه اللي بيبقى فيهم جزء عن البروبلم، المفروض ان انت تتكلم عنه بطريقه صحيحه يعني. والانترودكشن بيكون اكتر انت بتكتب فيها الارقام الكتير بقى ايه وهكذا. تمام. هنا برضو ايه الانترودكشن يعني دي ما فيهاش ارقام كتير قوي، على عكس ان هي بتشرح دلوقتي اللي هو الانتشار بتاع مرض اللي اف شويه. وهنا دي برضو فيها شرح شويه بقى للبورتايب وكده وهكذا. هنا مثلا دلوقتي دي هنا فيها ارقام شويه كده، تقعد تقرا ايه وتاخد هنا ايه الارقام. فهو انت كده كده اصلا لما تيجي تعمل البوستر خاصه اول سكشنين دول،
انت بتستعين قوي بكتير بالبيبرز. وبعد في الميثودولوجي برضو هشرح لكم في غالبا الفيديو، لا مش الفيديو الجاي، لا الفيديو بعد الجاي غالبا. فبس كده. خلاص احنا كده شرحنا الحمد لله بالسبتر انترودكشن. ولو حد عنده اي بيبعت لنا على الجروب عادي، وجروب الواتس هسيبه في الديسكربشن. وبس كده، السلام عليكم.